7 أشهر تحضر لتجربة صحفية فريدة من نوعها، وبعد فشلها في 3 محاولات نجحت في الحرقة مع الحراقة في المحاولة الرابعة في رحلة بحرية خطيرة دامت 12 ساعة. إنها الصحفية في قناة الشروق نيوز سميرة المواقي التي ستحكي لنا هذه التجربة الفريدة من نوعها في فقرة بين قوسين. أهلا وسهلا بك سميرة مواقي، الحمد لله على سلامتك. خضتي تجربة فريدة من نوعها لم تخضها امرأة من قبل، امرأة صحفية أظن في كل العالم. قبل أن أبدأ معك النقاش نستعرض هذه الصور اللي فيها بعض اللقطات من الروبورتاج المطول الذي تقومين بتركيبه بعد هذه التجربة اللي قادتك لخوض تجربة الحرقة مع الحراقة. تجربة فريدة من نوعها سنتكلم عليها في هذه الفقرة. فقط نتابع هذه الصور ثم نعود من جديد. لا يخاف، ما خفتش نتاعي، يخاف هو. والله ما قديت سلويني. سميرة مواقي، لنلخص فقط في عجالة، أنت تقدمت منذ فترة طويلة بطلب أن تقومي بإعداد هذا الروبورتاج. إدارة الشروق لم توافق في البداية حرصا على سلامتك، أصريت وافقنا، لكن بعد فشل المحاولة صرفنا النظر نهائيا على هذا التجربة وقلنا لك روبورتاج نتاعك مرفوض حرصا دائما على سلامتك، لكنك أصريت وقمت بذلك بعيدا عن أعيننا.
الحمد لله على سلامتك. لكن نحن الآن هنا لنستعرض هذه التجربة الفريدة من نوعها. بداية، لماذا حرصك على أن تقوم بهذه التجربة بهذا الروبورتاج؟ زميلتي ليلى، لأنه سبق وأن كتبت على الحراقة، سبق وأن قمت بتحقيقات حول الحراقة، لكنني يعني كصحفية لم أتوصل لأي نتيجة. لهذا قررت أن أقتبس دور الحراق للوصول، يعني لماذا الشاب يعني يلقي بنفسه لا أقول للتهلكة بل للانتحار. الأمر ليس سهل، يعني البحر كما شاهدتهم ليس فقط هي رحلة استجمام، بل هي موت. أنا كنت جزء من ذلك العالم، يعني لدرجة أنني يعني قمت كذلك كما قام الحراقة. لم أقم بتوديع عائلتي بل قمت بتوديع الحياة. عائلتك هذا موضوع آخر راح نتكلموا عليه بعد قليل، راح نكتشفوا المشاهدين. أنا راني مدهوش. أنا رحتي حركتي الإسبانيا وليتي بوطي. سقسيك عقبتي العسكر؟ نعم عقبتي العسكر، يعني الخدمة الوطنية أنت؟ لا أنت ما تعرفش سميرة. والله العظيم أنا جد ماشي مدهوش، يعني أنا مصدوم. والله عجيب سبحان الله. يعني هل يعقل رحتي لإسبانيا ورجعتي؟ رحت في زورق. رجعت بصعوبة في تعقيدات لا داعي لنتكلم عليها الآن، لكن الحمد لله اللي وصلت بخير. ولكن نحن يا ليلى راحت ولحقت. سوف تدهش وتصدم بعد قليل. نعم. لما تجي ضيفة واحدة أخرى ستصدم. لا أنا متأكدة من ذلك. وجد روحك. لا إله إلا الله. سميرة، احكي لنا، أنت 7 أشهر وأنت تتحضري لهذه المغامرة، احكي لنا عليها. لأنه ظاهرة الحرقة فقط، يعني لما يعني دخلت في هذا العالم وجدتها ليست فقط يعني أنك تشتري تأشيرة في زورق وتروح. هي تحضيرات، هو عالم آخر. يعني ربما 7 أشهر كانت قليلة جدا. ربما أنا كوني صحفية ونعرف يعني بعض قمت ب3 محاولات فاشلة، الرابعة اللي نجحت. كيفاش الرابعه كيفاش وجدتي لها؟ يعني ما هي الوصمه؟ لانه كما قلت له انه الاولى كنا يعني راكم تشوفوا في التحقيق 3 ايام وحنا في البحر كنا راح نموتوا، الحمد لله جينا. الثانيه كذلك والثالثه. الرابعه كانت يعني قمنا بشراء المعدات من جديد. يعني شفنا يعني الاحوال الجويه، انا والشباب يعني كنا 15 كامل، هم 14 وانا بهم 15. شرينا. هم خبراء في الاحوال الجويه، يعرفوا الطقس. يعني عالم الانترنت خلى الشباب في عمره 17 سنه 16 سنه يقعد قدام الانترنت، ربما يشوف لك ماهوش الاحوال الجويه تاع الجزائر، لانه لا ما تفيدوش تاع الجزائر، يشوف لك تاع الشاطئ اللي راح يوصلوا، ماهوش فقط اسبانيا. اذا كان سارخوزي يشوف سارخوزي، اذا كان الميريا يشوف الميريا، يعني عالم اخر. الشباب يعني عاد ممتهن هذه المهنه. سميرة، وشنو هو السبب اللي يخلي ناس كيما هذو؟ انا على بالي بلي انت كنت متشوقه انك تكتشفي. عباك انا ما زلت مصدوم. عباك الشاطئ تاع تيبازا يعني ميناء تيبازا، ركبت في الزورق مرتين وارفض ان يخرجوا خارج الميناء. يعني ما بالك انت خرجتي ورحتي قطعتي البحر؟ سبحان الله. ربما ندعيك لدعوه بصح ماشي للحرقه. لا ندعيك تسيي معايا بصح ماشي للحرقه، نديك اللارج شويه ونرجعوا. لا ما نروحش. لا ما نروحش. ولكن انا السؤال، هؤلاء الذين يذهبون انت قعدتي معهم وشفتيهم، ما الذي يدفعهم إلى أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة؟ نفس السؤال اللي خلاني ربما نقول ننتحر، ما نغامرش، ننتحر. نفس السؤال، وشنو هو الشاب اللي يخليه أنه يموت؟ ببساطة الشعب، ما نقولش الشباب. كي رحت لإسبانيا وجدت المثقف، نعم. وجدت الجاهل، وجدت اللي يتعاطى المخدرات، وجدت كذلك اللي في المسجد. ببساطة هذوما الأشخاص راحوا من أجل لقمة العيش. لا إله إلا الله. لقمة العيش اللي كذلك ما وجدتوهاش في إسبانيا. كذلك في اسبانيا مش راح يلقاها في بلاده، ما لقاهاش. انا يقول لي الشاب انا راني رحت به ديما ما تعطينيش 5000 بان نشري باكي دخان نروح نلقاه في اسبانيا، امر صعب هذا. كذلك انا نروح نلقى كذلك ام حارقه تقول لي انا يعني حرقت بوليدي باسكو انا يا وليدي واحد مات لي في السبيطار، رحت نجيت واحد اخر بات يلقى العلاج، والشيء هذا ما يلقاوش في اسبانيا لانه بدون وثائق. نعم. يعني هذو الناس ضاعوا، خرجوا من بلادهم بحثا عن الاكل، بحثا عن العلاج، بحثا عن التدريس، بحثا عن الامور بسيطه يعني موجوده في العالم كامل. هربوا راحوا لاسبانيا، اسبانيا كذلك مش راح تعطيهم لانهم بدون وثائق. هذا العمليه كانت في وقت التقشف ام في وقت البحبوحه؟ هذه بدا عندها 9 اشهر، يعني 8 اشهر يعني قبل الاعلان عن التقشف. ولكن نقدر اي بحبوحه يعني في اسبانيا. لا يقصد هنا لان احنا عشنا التحبيح والان نعيش التقشف. لا هذه جديده، هذه ربما شهرين او هذه عندي اسبوع من نقولوا راني جيت من تما. هي عندها ايام اللي رجعت. لا اله الا الله. يعني هذه القضيه رانا في بحبوحه وتقشف. يعني الجزائر ما عادش عارفين واش رانا عايشين، اسكو رانا عايشين بحبوحه او تقشف، يعني مقارنه بالدول كي تشوف يعني الوضعيه تاع دول اخرى. هم يقولون تقشف. نقول رساله يعني للاستاذ انه الشباب هذو ما راحوش
سمعوا حكايات، سمعوا حكايات على الغرب، على اوروبا، على الدول الاخرى، عايشين طوموبيلات، دار يقول لك انا حاب نروح ندير دار وطوموبيل ونتزوج. نعم. هو كان يضر السبري، هذيك هي الحياه. ولكن تخيل انه في بلاده مظلوم يزيد يروح لثم، العكس يزيد يظلم اكثر واكثر، يروح عنده طريقين، يا السجن يا يقعد مع احد العصابات. لا حول ولا قوه الا بالله. سميرة، انا يعني ما شفت افلام كثيره وروبورتاجات كثيره حول الحراقه، وشفت عده صحفيين داروا لو ميم باركور اللي درتيه انت. انا السؤال اللي حبيت نطرحه لك هو: ما هو الهدف من الروبورتاج تاعك؟ اسكو سي ان ديفي بيرسونيل؟ اسكو يعني شفنا يعني دي زيماج سيلونسيوز ما سجلتيش مع الحراقه هذوك؟ نعم. لا، كاين روبورتاج يحضر، فيلم وثائقي يحضر. يعني نكومونتي واش كاين في روبورتاج اللي شفناه. ماشي روبورتاج، هذه يعني الصور اللي شفناهم فيها الصوت، ولكن فيها صوت، لكن ضعيف. المشكل ما سمعناش يعني الشبان هذوك. هل الهدف تاع هذا الروبورتاج باش نوروا حقيقه اللي نعرفوها ديجا، خاطر شفنا دي روبورتاج، شفنا دي دوكيومونتير، شفنا فيلم تاع مرزق على واش حراقه الى غير ذلك؟ هل هو حافز باش نشوفوا الشبان واحد اخرين كي يشوفوه سافا لي زانسيتي باش يديروا يحرقوا، ولا سافا لي زانسيتي باش ما يحرقوش؟ هذا هو المشكل الكبير، لانه هذا سو جور دو روبورتاج اللي دونجورو بور لا سوسيتي. علاش؟ باش ما لازمش نوروا لهم بلي الحرقه الاسبان سهله. استاذ، يعني اجابه على سؤالك، انا قبل ما نروح الحرقه بالطبع انا قعدت اشهر في يعني في المنطقه تاع الحرقه في العامريه معروفه في توبلشند، قعدت يعني عدت جزء من ذلك العالم. اي شخص، اي شاب، اي واحد تصيبه من 12 سنه الى غايه يعني 40 سنه 60 سنه، تقول له واش نقول لك هاني مديسيدي نحرق، قريه كامل حبت تحرق. انا الشغف يعني تاع هذيك لازم انا نحرق، نشوفوا واش راح يديروا هذا من الحين، واش راح يديروا. مم حتى في الرحله، اسكو هذه رحله سهله لهذه الدرجه انه يروح يوصل له خلاص. الشيء العكس، ربما كي راح تشوف التحقيق ان شاء الله الوثائقي تاكد انه ماهوش حافز به ندعموا الشباب انه يحرق، على العكس ربما هي تكون رساله اولا للشباب: الحرقه ماهوش حل، الحرقه ماهيش حل. وكذلك ربما راح نتوصلوا، ما نقولش حلول، ربما راح نعطيو بعض الظروف لقدر المسؤولين يحسنوها به شبابنا ما يحرقش. انا ربما مانيش نقدر نحسن، ولكن جبت بعض الامور ربما ما توصلوهاش ربما قبل اخرين. صح، ما جاوبتيش على السؤال. اسكو سي ان ديفي بيرسونيل؟ هدف شخصي يعني الهدف الشخصي. هل هو التحدي شخصي؟ التحدي الشخصي تاعك؟ ما تحديش شخصي، لاني انا لم اقتنع. كصحفيه نعرفوا الصحفيين دائما عندهم ربما تحدي بعض في الاشخاص يقول لك هو ربما من اجل الشهره او من اجل المغامره. لا، انا ما اقتنعتش. انا درت عديد من المواضيع حول الحرقه، انا لحد الان لم اكن مقتنعه باي موضوع، لكن الان الشيء اللي جبته كافي، ربما مش عاشت ولكن لنقل. كيفاش كان تفاعل الشباب؟ شفناك انت الطفله الوحيده بين 14 كانوا 14 كيفاش التفاعل يعني؟ هما على بالهم باللي انت صحفيه بس كنت يعني هذه مانيش عارفه انا. هي كاين اسرار ما تقدرش تحكيهم. كاين اسرار ما على بالهمش صحفيه، ما على بالهمش كنت نصور من اجل، لانه من المستحيل. كنت تصوري بجوبرو صغيره؟ كنت بالجوبرو، كان حتى احيانا في بعض بالكاميرا، ولكن كانت لي اغراض اخرى يعني ما تقدرش صح. هما ما على بالهمش بلي انت صحفيه مازالني نشتغل يعني. ولكن انه كنا نصوروا نورمال معاهم، عشنا معاهم اولا ماشي فقط في الحرقه، يعني كنت جزء في اللعبه كامل. شرينا الماتريال، شرينا، حضرنا، شفنا الانترنت، جبتي يعني الدراهم وخلصتي كلش يوميا يعني. كنت معاهم يوميا، تخليت على عائلتي وعشت مع الحراقه 8 اشهر وانا معاهم في العامريه، نباتوا كيف عايشين كيف مم حتى العقليه لازم يكون. حتى واحد ما قال لك ما لازمش تحرقي؟ شيء اخر فقط سؤالي على طيب هنا تحب تسمع الاجابه؟ تحب تنصدم؟ اخذ لي فقط وقت سؤال واحد على انه ما داروا لي والو يا الحراقه. لا استني، تفضلي. الحراقه كيفاش التصرف تاعهم؟ نطلب يعني من اي شخص يعني مثقف او مسؤول، هؤلاء الشباب ما همش وحوش. سبحان الله. هؤلاء الشباب يتعاطون المخدرات من شتى الانواع، يشربوا الخمر، حاملين سكاكين، ولكن ما همش وحوش. محتاجين شخص يكون فقط يديروا فيه الثقه. طيب انا كنت هذاك الشخص. طيب اذا كان سالك سليم قال لك اذا كان ما كانش واحد من العائله تاعك قال لك ما تروحيش وخاف عليك كذا، انا راح نجاوبك على هذا السؤال. المشكل ما راهوش في سميره. شوف، انا صحفيه عندها جرأه وعندها طموح، حتى لو كان هذا الطموح يفوق الحدود احيانا ويؤدي بها للخطر. المشكله في ام سميره اللي ساعدتها في كل خطوه، واكثر من ذلك
هي اللي شرت لها البوطي، اسمع لا مليح. اله الا الله. لا اله الا الله. مالك مع عائله كاميكاز. نرحبوا بالحاجه، الحاجه ذكريني بديعة. الحاجه بديعه، تتفضل معنا نستعرض هذه التجربه، تحكي لنا كذلك. حاجه بديعه، مساء الخير. الحمد لله. مرحبا بك في بلاطوني قطع الحروف مع سميرة، رجعت بخير. نشكرك على هذه العرضة، ونشكر قناة الشروق، نشكر علي فوضي، نشكر ليلى بوزيدي. ربي يخليك يعيشك، وربي يوفق الشروق في كل مكان ان شاء الله ان شاء الله. الحاجه بديعه، انت ساعدتي بزاف سميره، مش فقط في هذا الروبورتاج، في عده من اللي بدات المسيره تاعها وانت تساعديها. شريتي لها البوطي باش تحرق، ديري لها لي كونتاكت، اتصالات، انت تخدمي لها ريجيسور، سكريبت، تخدمي لها مديرة إنتاج. صححي العناوين دقيقة، صحح لك العناوين. استنى راني جاي غير بالعقل. في هذه الحرقة تاعها الأخرى، يعني احنا نشوفوا الأمهات يخافوا، ما نقولكش ما تخافيش على بنتك، أكيد تخافي عليها، ما كانش اللي يخاف عليها قدك. لكن أنك تشري لها البوطي وتساعديها باش تحرق وتديها للبحر، فسري لي هذه الظاهرة كيفاه. هي عندها 3 حرقات. الأولى من الحرقة تاعها كانت بالنسبة لي حاجة تشجيعية، مش ما تخليش، ما كنتش نخسر فيها حاجة ما خفتيش تدي الموت تدي الهلاك، ما كنتش نخسر فيها هكذا. وقفت معاه. نعم. الثانية ما الأولى ما نجحتش فيها، بحرت. نعم. عندي دليل هذا. راهي مخبيه فقط، مخبيه الفلاش تاع الحرقه الاولى. الحاجه البديعه، الحاجه البديعه، الحاجه البديعه. هذا الحرقه الاولى. دقيقه بركه، دقيقه. الحاجه البديعه مخبيه لي فلاش ديسك وكل الاعمال اللي قامت بها بنتها، يعني هي ماناجير. الله اكبر. برودكتريس تاعها. ايوه. هذه الحرقه. طيب احكي لنا على هذا الفلاش ديسك. وحده تحكي لها على الفلاش ديسك هذا، واش فيه؟ هذا حرقت به الحرقه الاولى، تبحرت 3 ايام في البحر. الله اكبر. وبالدليل وبالصور. هذيك 3 ايام عانيت، عبالي راحت، ما عنديش خبر. 3 ايام وساكنه فوق البحر، فوق روشي في لابوينت، عندي طاقه الكوزينه، الموجه تخبط فيا. لحد اليوم غلقتها طاقه الكوزينه، ما نقدرش نطل على البحر. عندي 3 ايام. من بعد عيطت لي قالت لي ماما راني رجعت. ورا كيف رجعتي؟ قالت لي تبحرت ورجعت. الله يبارك. وحطيتها في راسها على بالي ما تراجعش. الثانيه راحت ثاني، راني مخبيه هذو حوايج مخبيتهم عندي، خاطر ما ساعات تبحرهم ساعات تحافظي لها على الاعمال تاعها. وين حطيت؟ ما تخلينيش نشوف لها. لا هاي الثانيه هذه حكموها الجمالك، قطعوا لها. ما ندخلوش في التفاصيل. طيب هذو بالنسبه لي فلاش ديسك اللي راكي مخبيه فيهم كل الماده، الاعمال اللي قامت بهم، الروبورتاجات. حكي لنا على عشت هذه اللحظه. حكي لنا على الكاميرا هذيك اللي قدامك، واش عملتي بها؟ وهذه واش عملتي بها هذه الكاميرا؟ في البدايه تاعها هذه خشينا المستشفى مايو. تديك معاها لما تكون تصور؟ هي كي ندخل معاها تكتشف صحفيه، يحكموها المسؤولين، انا نكمل نصور. الكاميرا مان تاعها في الجريده ولا في التلفزيون، كمل نصور. في دالي ابراهيم، في مركز دالي ابراهيم، حكمها المدير، دخلها للشمبره في البحث وانا راني نصور. ثاني في مركز البليده، سبيطار البليده تاع الامراض العقليه. شفت المهابل وشفت المرض وشفت، حكموها. درت روحي عندي مريض، كملت الزياره تاع العنابر كل درته وانا نصور. الله اكبر. زيدي. والحمد لله. زيدي واش درتي بها حاجه؟ ونتمنى اي واحد ان شاء الله يكمل بهذه الطريقه، النجاح اللي عبد يطبعه مش عبد يوخر، هذا هو النجاح. والله نقول لك كلمه، فتحي مدرسه تاع كاميكاز. ليلى هذه كلمه، عندي 4 أولاد مكتوم على 4 جواز.
كل جزء الواحد يوم يخزروا ما يصغروش منها ولا يزعفوا واللي مفضلتها علينا. عندي اليزيد راه في كندا وقفت معاه وراه في شركه الطيران. عندي سميه راه في تاع الكوميرسيال تاع لا سنتراك ثاني وقفت معاه وحد الوقوف. عندي حمزه راح المكتب تاع التصوير وكاله التصوير في لابوينت. وعندي هذا عملت لهم كاع مديرة إنتاج. والله ما فرقت حد عظيمة. مع حد لا خير أم عظيمة. حمزه عطيني فاتح البيرو ندخل. صح، انت عندك العقليه، واحد النظريه في الحياه تقول انه هي ما قدرتش تمنع بنتها في الاول، حاولت تمنعها، كي ما قدرتش تمنعها رافقتها راح تكون قريبه منها. لا اله الا الله. شوف التفكير. لا اله يعني الا تقول الله. بالعكس، هي قاعده متابعتني، عرفتني راح نروح قاعده متابعتني وتقول لي روحي، وعلى بالها انا مش راح نروح، وهي تعطيني في النصائح. ربما العكس كنت امور راح نغلط فيها تشدني. نسقسيك يا حبابه، انت تشفيكي كنت صغيره، وش رضعتك هذه؟ ما نظنش وش كانت ترضع فيك؟ ما نظنش والله بالعكس هي استاذ انا عمرني ما فشلتها. لا اله الا رقم الله. نشوف المضره. انا قلت كلمه في البحر. قلت قالوا سميره لها زادت فقط شيء مره نقولوا الاخت ليلى، قالوا لها وتموت ربما كي مرة. تدخل الجزائر راهي حارقه، يعني لا تتعاقب قانونيا. لا سميره انا قالت لهم قلت ليلى تجيب انت تموت وتدخل مره الحبس وتزيد عادي. مره. صح. الهدف اسمح اختي ليلى، الهدف كان هدفا نتاعها. ساميا. دوك نقول لك انا باش يفهموا الجماعه يعني اللي راهم يشوف فينا، ممكن يقول لك احنا نحن نعطي الكاشي لمخالفه قانونيه، ابدا. نحن اردنا من خلال اختنا سميره والحاجه كاميكاز التي كونت لكاميكاز. لا والله غير قوه ويعني حاجه غير عاديه. أنا لا أمثلك إلا بأولئك الصحابيات اللواتي دفعن بأبنائهم للجهاد في سبيل الله، ماتوا من أجل بلادهم، من أجل دينهم. هذه يعني مانيش عارف ربيتيها بالعكس وبعثتيها. كانت هي تسيرني في ذي الامور، نقول كي لك نقول لها كلمة. نخاف تقول لي روحي حاربي، نمشي الظلم معاها نشوفيه. نمشي معاها. الحاجة قد تكوني أنت سببا في أن يقتنع شبابنا بأن الخير ليس من وراء البحر، لأنك بعثتي بنتنا اللي هي جزء لا يتجزأ منا من أجل أن تنقل الصورة الحقيقية للمعاناة من وراء البحر. وكل شبابنا الآن ما زالوا يعني يوقنون ويعتقدون بأن السلكة راهي مور البحر. نهار اللي يشوف التفاصيل آملوا أنه يفهموا باللي ما يشموا في بركة. أستاذ اسمح لي، خدمة المخدرات في حي شعبي نعم. كنت نمشي معاه باش يحترموها تكشف. على جالي، الله أكبر. يديروا لها 1000 حساب على جالي. الله أكبر. وصلت يوم من الايام اللي خدمت معاه نتاع المخدرات قالوا لي راه محميه من جنينه مارانكو حتى دخلت على الساعه باب الواد. الله أكبر. طيب الحاجه من حاجه باب بديعه. الواد ماما، مشيت. احكي لي كيفاش جبتي البوطي اللي حرقت فيه، كيفاش حتى شريتيه، كيفاش جبتيه؟ كيفاش البوطي؟ احكي لك كيفاش شريتي البوطي. يعني البوطي بيفهموا الزورق، يعني المطاطي. لا زودياك. زودياك اللي حرقت فيه. شفتها تخبط، حبت تروح ما نقدرش نرجعها، يا تموت يا تروح خلاص. عبد استسلم. وانا وش ندير؟ لازم تدخلي معاه. ندير هذا الطلب، لازم ننفذه. رحت معاه، دينا دراهمنا وشريناه والحمد لله. وكما نقولوا بصح اللحظه تاع الحركه ما عطاتهاليش، ما سمعتش بها. الاخرى الاولى الثانيه خاطر ما علاه ما ودعتنيش، خاطر ما كي كانت تودعني تخليني نبكي. لا ربي ما يوفقهاش في هذيك الطريق. الثانيه والثالثه ما ودعتنيش، عيطت لي بالتليفون قالت لي غنغلق تليفوني ما تحيريش، ربما ما نهزوش نهار كامل ما تحيريش. ما تحيرتش صح، هاي في خدمتها. الصحفي عنده 1000 خدمه مش خدمه واحده، وبنتي راه ولات مهنه. 9 تاع الليل كلمت لي قالت لي ما تحيريش، الغدوه 24 ساعه 9 تاع الليل صونا التليفون قال اسمها. غنبدا نعيط عليهم نقول لها لا ما تعيطيش، قالت لي في ارض اسبانيا. الله أكبر. فشئت صح، مرضت. تأكدت حاجة مؤلمة كتير. عندي تسطيحة على البحر، روح نسمع ذاك الزفت على البحر، هي منعت بصح مازلت حاسة بها في ذاك المكان. الله أكبر. كيفاش درتي الحاجه كي ولات؟ ماما قال لك واش درتي كي وليت؟ كي درتي كي وليت واش درتي؟ درت كورتاج جبت العائلة تلاقيتها بعالم الجزائر.
ولا رقم خرجوها لي زوج شرطه عجبت ما الدخول. تفاجأتش. معليش، كل واحد عنده المهم القانون تاعو. فرحتي في النهايه بالعوده لله. تاعها. إيه. دوكا اسكو تخليها تكمل في هذا هذا اخر موضوع ما شاء الله ولا آه. هذا اخر موضوع ولا دوكا كانت نيغوسي لي على موضوع على فكره ليلى لها الان آه. الان كانت نيغوسي مع شنو واحد التحدي؟ الجزائري اكثر من الحرقه. وشنو هو التحدي القادم انت يعني؟ الاولى ما تقدريش تستغني خليوها، على هذه لأنه ماما هي اللي على هذه وجدته. الطريق. هذه الطريق ماهيش مكتب، ماهيش قلم، هذا عمل ما تقدري توقفي عليه لا انت ولا هي ولا اي صحفي. فقط ماما العمل الجاي ان شاء الله عمل جاي نخليه سر مفاجاه. وانا خططت شتي كي تعرف تخدم وجدات ما حبيتش تقول ما حبيتش سريه. تقول فوالا. نيغوسيات في المكتب مع واحد وجدت دركا ثقتي خاصه تناقشت مع واحد حاجه وعندي وخططت فكره نجيبوك رئيس وخططت التحرير عندنا في بلاصه دليله وانا بكري. الحمد لله انا خشيت من الميدان مع بنتي، طبعا على خشيت ولقيته حاجه نجاح للبلاد، نجاح للجزائر. مثلا هذا الموضوع بالذات كاين حوايج ان شاء الله تستصلح ان شاء الله. يا طيب ربي اعطينا يخليك. كلمه اخيره. بون سميره، انت راكي تحضري، راكي في التركيب تاع هذا الروبورتاج المطول حول هذه التجربه الفريده من نوعها، راح نكتشفوه في الايام المقبله. حاجه، اعطيني كلمه اخيره هكذايا نختموا بها هذا البرنامج. فقط اعطيني كلمه اخيره، اعطيني واش تقولي لي في ماما الاخر. كلمه اخرى تقوليها. الكلمه الاخرى، الله يحفظ الجزائر، امين امين. يحفظ شباب الجزائر. امين امين. امين يا رب. نتمنى من كل مسؤول يحط باله ولاد الجزائر، شباب الجزائر. يا رب. شكرا، يعطيك الصحه. شكرا الله فيك. شكرا مشاهدينا الكرام، بهذا ننهي حلقة اليوم من نقاط على الحروف. مازالك مصدوم، راحت لك الصدمة ولا؟ أنا والله شوف، هذه المرأة أتمثل فيها قول سيدي عبد الرحمن الثعالبي: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع، إلا ويسر من الرحمن يتلوه. شكرا. مشاهدينا الكرام، نهاية هذا البرنامج، هذا العدد من نقاط على الحروف. نلتقي الخميس المقبل وعدد جديد من نقاط على الحروف. إلى اللقاء.